هاتكلم بقى دلوقتي في الناحية الاجتماعية والصحة النفسية، لإن ده جزء مهم جدًا لأي حد بيهاجر. أنتم بتيجوا على بلد مش عارفين فيها حد، وزي ما قُلت لكم بتروحوا يعني الناس في العادي بتعمله إن هي بتروح للجالية بتاعتهم وكده، وبيحاولوا إن هم يعرفوا الناس هناك، بس مش دي الطرق الوحيدة اللي أنتم المفروض تبقوا بتعرفوا بيها ناس أو بتعملوا بيها صحاب. وخلّوا بالكم في فرق كبير جدًا بين إن أنتم تعرفوا ناس، وإن أنتم تعملوا دايرة صحاب. وهنا أنا باتكلم على دايرة الصحاب، إن أنتم يبقى عندكم دايرة صحاب في أمريكا دي حاجة مهمة جدًا، لإنه الناس هنا هتلاقوهم على طول بيخرجوا أو بيكلموا بعض أو كده، فالوحدة عمومًا هتضايقكم، هتحسوا إن أنتم بدأ يبقى عندكم اكتئاب، فإن أنتم تعملوا دايرة صحاب قريبين ليكم دي مش رفاهية، دي من الأساسيات. وما تخلّوش تاني دايرة الصحاب دي تبقى من الجالية بتاعتكم، حاولوا إن أنتم تخلّوهم من جنسيات مختلفة. نوّعوا صحابكم لإن ده هيفيدكم كمان إن أنتم تفهموا ثقافات كتيرة وتثقفوا نفسكم وتفهموا حضارات وبلاد تانية. وعمومًا هنا سهل أوي إن أنتم تعملوا صحاب، سواء حد كان ماشي في الشارع واتكلمتوا معاه، حد كان قاعد جنبكم في القطر واتكلمتوا معاه، حد رُحتوا حضرتوا event واتعرّفتوا على حد وهيعرّفكم على بقية الناس التانية، فسهل جدًا والناس بتبقى عامةً منفتحة إن هي تعمل صحاب. لإنه ناس كتير أوي زيّها زيّكم بيبقوا جايين البلد وهُم مش عارفين ناس، فبيبقوا هُم كمان عايزين إن هُم يعملوا لنفسهم دايرة صحاب.